السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تالت فيديو في سلسلة اقرأ لي. السلسلة دي بعمل فيها ايه؟ عشان برضو الناس تكون معايا. لو انت ما شفتش الفيديو الاول اللي هو كان بروتوتايب والفيديو التاني اللي هو كان اركتكتشر ديزاين، انا بعمل ابلكيشن اسمه اقرأ لي بيساعدك اللي انت لما تقول تلاوة في القرآن يجيب لك الآية نفسها ويجيب لك شيخ بيردد لك الآية فقط، ويجيب لك كمان التفسير بتاعها. ليه؟ عشان انا ساعات لما بقرأ آيات في القرآن، ساعات مثلا آية بتكون صعبة عليا ان انا اقراها، عايز اعرف تفسير الآية ميسر بشكل سريع. فعمليه اللي انا اروح رايح اليوتيوب واكتب رقم الايه واسم الايه وما الى ذلك عمليه طويله جدا. ونفس الفكره برضو لو انا عايز تفسير معين بقعد يعني اقعد وقت كبير جدا عشان اعمل الكلام ده كله. طيب، في الفيديو ده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز انهانس شويه الموديل اللي انا بستعمله عشان يجيب لي ايات لما اجي اوصف له رقم الايه او اسم الايه على طول او اسم السوره. خلينا ناخد مثال برضو الابلكيشن بيشتغل ازاي سريعا لو انت ما شفتش الفيديوهات السابقه. يعني مثلا لو هنا قلت له ايه، قل اعوذ برب الناس، حاجه سهله جدا. بيروح مكلم اي بي اي احنا عاملينه اسمه اوديو، بيبعت له اوديو وبعد كده بيرجع التكست اللي هو فهمه وبعد كده بيرجع الايه. في الحاله دي قل اعوذ بربنا، هو في الحاله دي شفت الاوديو عمل ايه؟ يعني التكست اللي هو فهمه اسمه قال قل اعوذ بربنا. تعال نجرب تاني. قل اعوذ برب الناس مثلا، ممكن يفهم اكتر ساعتها. قل اعوذ برب الناس بالظبط، وجاب لك رقم الايه والتفسير. طيب، الموديل شغال كويس في الحاله دي، يعني ساعات بيعك زي ما انت شفتوا بس هو شغال كويس في الحاله دي. الحاله اللي هو مش شغال فيها كويس تماما خالص هي الحاله الاتيه. لو انا قلت له ايه، سوره البقره ايه رقم 120، هو هيجيب التكست مظبوط وهيجيب الرقم مظبوط، ولكن هيعمل ايه؟ هيجيب لك سوره صاد. يعني هو مش فاهم. برضه لو قلت له مثلا هنا ايه، سوره الاخلاص ايه رقم 3 مثلا، ايا كان. حلو، قلت له هنا ايه، آه ماشي، وسورة مريم آية رقم 3 يعني قال حاجات مش منطقية، جاب حاجات مش منطقية. اللي هو ايه يا اسطى انت بتعمل ايه؟ انا عندي حل للموضوع دون وفكرت فيه شوية وحابب ان انا اعمل له امبلمنت في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. تعالوا نروح رايحين للاول للديزاين بتاعنا. دي الاركتكتشر ديزاين بتاعتنا اللي احنا عندنا. دي الجزء بتاع داتا كولكشن. عندنا الداتا كلها بنعمل لها كولكشن للقران، وعمل القران امبيدنج للايه والسوره، والسوره نفسها كل ايه فيها عاملها امبيدنج باسم مش بالاسم، بالكونتنت بتاع الايه والتفسير بتاع الايه الميسر. بمعنى كده ايه، لما انا سيرش مثلا بتكست معين، التكست ده بقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهو في ايه بتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، او في كذا ايه بتتكلم عن الكتاب لا ريب فيه. اعتقد لو انا مثلا جيت هنا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه، هتشوفوا اللي هيحصل. هيجيب لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة. واعتقد كمان هيجيب مثلا تنزيل الكتاب لا ريب فيه، واعتقد كمان هيجيب لا يمسه الا المطهرون. والتفسير هيبقى فيه حاجة لها علاقة بالريب اللي هو الكتاب ما فيهوش اي اخطاء وما فيهوش اي شك وما الى ذلك. طيب، فالمشكلة هنا ايه؟ المشكلة هنا اللي الامبيدنجز معمولة على التفسير الميسر ومعمولة على انا برضو بحاول افكر انا بتكلم. معموله على تفسير موسع، معموله على الايه نفسها بتقول ايه، مش معموله ولا على اسم الايه ولا سوري ولا على اسم السوره ولا على رقم الايه. وانا عامل كده لسبب معين، عشان انا مش عايز السيرشز تكون تجيب ريزلتس غير متوقعه. يعني مثلا مش عايز اقول له ايه في النص وانا بوصف الايه دي، او انا بتكلم عن الايه دي، او انا بقول تلاوه الايه دي يكون ليها اسم السوره تانية فيجيبها. انا مش عايز اعمل كده خالص. ف الحل كالاتي، انا عندي حل لطيف. احنا هنا تعالى نتكلم الاول على اليوز كيس العاديه. اليوز كيس العاديه اللي انا بيجي لي تكست، تمام، خلينا نزوم اوت شويه او نزوم ان قصدي. بيجي لي تكست، والتكست ده بيروح رايح للديتابيز بتاعتنا بتاعه القران، حلو، اللي انا عامل لها كولكشن اللي هي موجوده في بيناكون. انا وريتها في الفيديو السابق، حلو. وقبل ما يروح لبيناكون، بيناكون ده عباره عن ايه؟ عباره عن القران وريبريزنتنج سوره، سوري ريبريزنتنج ايه بلس تفسير بتاع كل ايه، وبيكريت من الكلام ده كله امبيدنج يعني. طيب، عظيم جدا. والتكست لما بيروح بيتعمل له برضو حاجه اسمها امبيدنج، والامبيدنج ده بيتعمل باستعمال اوبن اي اي. فاللي بيحصل كالاتي، اللي انا ببعت امبيدنج للداتابيس بتاعتي وبشوف ايه اقرب امبيدنج بيقارب الامبيدنجز اللي انا باعتها دي. هو بيرجع لي في الحاله دي صوره
صوره نمبر واي نمبر، وبعدين بديها لليوزر وبقول له الريزلت بتاعتي اهي. وكمان بيرجع لي مالتيبل ريزلتس، يعني بيقول لي الصوره نمبر واي نمبر ده السكور بتاعتها اكس، والصوره نمبر واي نمبر دي السكور بتاعتها واي، وانا برجع اعلى سكورز وبعد كده بضيف له ايه، بوريها له في اليو اي. وكمان زي ما انتم شايفين المزيد من النتائج ده الحاجات القريبه منها، يعني انت لو بصيت على الاوديو هتلاقي الماتشز وكل ماتش ليها الايه، ليها السكورز بتاعتها. طيب انا عايز اعمل ايه هنا؟ انا عايز اعمل زي تشيك، او بدل ما اعمل تشيك عشان انا جربت الموضوع ده ممكن اعمل في اليو اي هنا مثلا زي تشيك بوكس. اللي انا عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له دور برقم الايه باسم الايه على طول مباشره، بدل ما انا اوصف له او اكتب، يعني هي مش تلاوه، هو بحث مثلا. حلو. وفي الحاله دي لو انا عملت كده، بدل ما هيكلم الامبيدنجز وبدل ما هيعمل امبيدنج وهيروح يكلم الداتابيس بتاعتي، هيعمل ايه؟ هيروح يكلم على طول اوبن اي اي، وهيقول له الاوبن اي اي do you know this text آية number and صورة number. حلو. لو في الحالة دي هروح اعمل ايه؟ هروح مرجع لي الشكل ده، هيرجع لي آية number مثلا let's say دي آية رقم 1، وهيرجع لي صورة number، والصورة دي رقم مثلا 2، وهيرجع لي حاجة اسمها سكور. حلو. سكور ده 100 مثلا. حلو. اوت اوف 100 يعني من 0 ل 100. تمام. طيب في حاله اللي هو رجع لي مثلا سكور، لا مثلا هنا لو رجع لي سكور مثلا ليتس سي في الحاله دي 0، في الحاله اللي هو رجع لي السكور اللي هو 0، هيروح جاي هنا هيروح اقول له ده السكور بتاعي 0، ففي الحاله دي هفول باك لنفس البيهيفير اللي انا بعمله. بس كده، ده ببساطه شديده انا بحاول اقترح المره دي. والسوليوشن ده هيتعمل له تريجر فقط لما اليوزر يروح قايل لك ايه، انا عايز ابحث باسم الصوره ورقم الصوره على طول مباشره، بدل ما ابحث بتلاوه، يعني بدل ما اقول تلاوه اقول اسم الصوره ورقم الصوره. فتعالوا نشوف ممكن نعمل الكلام ده كله ازاي. قبل ما اعمل الكلام ده كله، انا الابلكيشن بتاع الفرونت اند كله قايم على نكست جي اس، يعني خلينا نكتب هنا نكست جي اس، خلينا ناخد نكست جي اس هنا. لو رحت هنا هتلاقي كل الفرونت اند نفسه معمول بنكست جي اس. ونكست جي اس باي ديفولت ممكن تكريت جواها فانكشنز او اي بي ايز، والاي بي ايز دي لما بتعملها ديبلوي بتعملها ديبلوي از ا لامدا فانكشن او از ا سيرفرلس فانكشن في اي دبليو اس، عشان انا شغال في اي دبليو اس فانا عارف انا عارف الريسيرش شغاله ازاي، اللي هي الديبلويمنت تول بتاعت نكست جي اس. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. تمام. طيب تعالوا نروح رايحين للكود بقى يا شباب للمستقبل، ونروح بسم الله نروح للاي بي ايز. انا عندي تو اي بي ايز، واحده اسمها تكست وواحده اسمها اوديو. تعالوا نجرب الاول نعمل الامبلمنتيشن ده في التكست، وبعد كده نعمل له امبلمنتيشن في الاوديو، عشان الاثنين كده كده واحد. لو انت رجعت للدياجرام ده هتعرف ان انا كيوزر ببعت اوديو او تكست، وفي حاله التكست ببعت للاي بي اي بتاع التكست، في حاله الاوديو ببعت للاي بي اي بتاع الاوديو، والاثنين بيمروا بنفس البايب لاين ده، اللي هو لو هو تكست سوري لو هو اوديو بيحوله لتكست، ولو هو تكست مباشره على طول بيكلم الاوبن اي اي امبيدنج، بعد كده بيكلم الداتابيس بتاعي. بس كده. طيب تعالى بقى ايه، نرجع للامبلمنتيشن. انا بقترح الاقتراح الاتي. انا كنت عامل شويه امبلمنتيشن موديل، فتعالوا نمسح هذا الهري كله ونحاول نعمل امبلمنت من اول. اوكي لا كتير قوي. طب خلاص تعالى نمسح كل ده. حلو. انا بقترح الاقتراح الاتي. حلو. انا هنا عندي، انا عملت امبلمنتيشن قبل كده بس ما نفعش، فانا هحاول امبلمنتيشن تاني دلوقتي يعني بالمناسبه عشان الناس ايه تفتكرش ان انا عامل الكلام ده اب فرونت. انا عندي هنا الاي بي اي بتاخد بوست ريكوست وبتاخد التكست بتاعي، دي في التكست، دي في الراوت بتاع التكست اي بي اي. فانا عايزها تاخد حاجه تانية، عايزها تقول له ايه، از سبيسيفيك مثلا از سبيسيفيك مثلا كونديشن ايا كان، ممكن نسميها اي حاجه. حلو. وفي الحاله دي if ال is specific condition مثلا، خلينا نسميها ايه، is مثلا search for specific آية مثلا. حلو. لو هو بيسيرش فور سبيسيفيك آية، ففي الحالة دي انا هتريجر ايه السيناريو اللي انا قلت عليه، اللي انا عايز اجيب اسم الصورة ورقم الصورة على طول مباشرة. لو انا قلت له مثلا آية رقم 120 صورة رقم سورة البقرة مثلا، او صورة رقم 2 سورة البقرة، صورة رقم 2. طيب فتعالوا اول حاجة نبدأ نعملها
اللي احنا نكريت فانكشن. الفانكشن دي اسمها ايه؟ let's say function مثلا اسمها find صورة and آية number. طيب قبل ما اعمل الكلام ده كله، انا بستعمل اوبن اي اي ك كامبلمنتيشن على طول من اللايبراري بتاعتهم، ولكن انا برضو عشان اعلم ناس اكتر عايز استعمل حاجه اسمها لانج تشين. اللانج تشين دي بتخليني اتعامل مع اوبن اي اي، وتخليني كمان اضيف شويه ابستراكشنز، اللي انا اقول له مثلا ايه، رجع لي الداتا كجيسون، وبيرجع لي دايما كجيسون، بعرف اعملها بارسنج. اعمل شيننج، يعني مثلا لما ترجع الريزلت الاولانيه روح كلم الموديل الفلاني واعمل الريزلت الثاني وما الى ذلك. ففي الحاله دي انا بستعمل، او انا هستعمل دلوقتي حاجه اسمها لانج تشين جي اس، وهي لايبراري لطيفه جدا جدا جدا. وبالاخص هستعمل حاجه اسمها، اعتقد لو فين السيرش اسمها مثلا جي سي مود. هستعمل حاجه اسمها جي سي مود، اللي انا عايز اكلم لو انت بصيت على المثال ده، اللي انا عايز اكلم اوبن اي اي، وعايز اكلم الموديل العلاني، وعايز اقول له يا موديل رجع لي الداتا دايما بالشكل ده. بديله سكيما، السكيما دي يعني بحاجه اسمها زود. زود ده يعني سكيما لايبراري، حاجه بسيطه يعني. حلو. بديله سكيما وبقول له الانسر اهو، بديله الانسر ده يعني الانسر فيلد اهو، بقول له الانسر فيلد عباره عن ايه، والفولو اب كويشنز اهي، والفولو اب كويشنز عباره عن ايه، بكل بساطه وما فيهاش اي سحر. تعالوا هنجرب الكلام ده كله. طيب انا عايز اعمل ايه؟ تعال ناخد برضو الحاجات دي كلها نعمل لها ايه امبورت واحده واحده ونشوف ايه اللي بيحصل. انا عايز اقول له هنا امبورت زود، وعايز اقول له هنا كمان نعمل الكلام ده كله. تعال ناخد الكلام ده كله ونشوف ايه اللي هيحصل جوه الفانكشن بتاعتنا دي. هو ايه اللي بيفيل هنا؟ اويت، عشان الفانكشن دي مش اسync، مش مشكله. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اديله السكيما بتاعه الريزلت بتاعتي. الريزلت بتاعتي زي ما احنا اتفقنا، اللي احنا عايزين الصوره نمبر والاي نمبر فقط لا غير، والفرونت اند هيهندل بقى اللي هو يجيب التكست والتفسير، الكلام ده كله متخزن عندي في الداتابيس. فاول حاجه ممكن اقول له الصوره نمبر مثلا، وايه نمبر. خلينا برضو نفولو اب نفس الريتيرن تايب بتاعنا. لو انا جيت هنا هتلاقي الماتشز ميتا داتا اي نمبر وصوره نمبر وصوره نيم من عربيك. ماشي، خلينا نعملها برضو هنا وصوره نمبر. وهنا في زود انا كاني بقول له انا ايه التايب بتاع الداتا اللي راجعه لي في الحاله دي. في الحاله بتاعت الصوره نيم من عربيك اللي هي هتبقى سترينج، وممكن ادسكرايب واقول له ايه ذي صوره نيم من عربيك مثلا. حلو. وهنا دي الايه نمبر ذي لا يبقى ماشي ذي آية number in the surah that is asking about. ماشي حلو. ودين ذي surah number. جميلة جميلة عظيمة. طيب في الحالة دي برضو أنا بعمل تقريبا نيو انستنس من شات اوبن اي اي. دي حاجة اللانجوج بترجعها لك بدل ما استعمل اوبن اي بشكل مباشر. ليه؟ عشان أنا ممكن في بعض الأحيان أنا مش عايز استعمل شات اوبن اي، ممكن استعمل أعتقد في حاجات تانية زي، لا سيبك من شات اوبن اي. لو أنا مثلا عملت كوبي بيست الكلام ده كله، وبدل قلت اوبن اي قلت مثلا كور، ممكن ايجنتس. اعتقد في حاجات هتبقى ليها علاقه ب جيميناي، بس انا مش لاقيها هنا. ممكن اكونش عملت لها انستوليشن كده. لانج تشين، لا في لانج تشين بشكل عام، بس انا لو رحت هنا مثلا وريني لانج تشين جي اس، وعملت هنا سيرش قلت جيميناي مثلا او جوجل مثلا شات مودلز. ده بيعمل له انستول حاجه لوحدها زي ما انتم شايفين، بدل ما هي اسمها لانج تشين اوبن اي اي. تقريبا عملت انستوليشن لاوبن اي اي لوحدها، صح كده؟ وريني. يا سلام يا سلام. لا ما عملتهاش انستوليشن. سو باي ديفولت اللي انا فهمته كده اللانج تشين بتيجي جواها اوبن اي اي، ولكن لو انا عايز تعمل شات مثلا بتاع جوجل فبستعمل هذا الشيء اللي انا بعمله انستوليشن لوحده. ممكن في الحاله دي اعمل نفس الموديل واديله بقى نفس الكونفيجريشنز واديله نفس الطريقه اللي انا بانفوك فيها بقى الفانكشنز بتاعت لانج تشين. المهم خلينا نرجع للكود، سيبك من الهري ده. تعال نمسح الكلام ده كله وتعال نكمل. طيب نرجع لفايند صوره اند اي نمبر، دي الفانكشن اللي احنا انترستد فيها جدا، ده الموديل بتاعنا. ودي حاجه اسمها باين تولز، اللي انا بقول له استعمل التولز الفلانيه. في الحاله دي انا عايز استعمل التول بتاعه السكيما
اهي غالبا type function و response formatter و description always use this tool to structure response for this. تمام، عظيم جدا. طيب هنا بقى نيجي للايه، للسؤال اللي انا بساله للموديل نفسه. السؤال اللي انا بساله في الحاله دي هيبقى ايه؟ اقول له given a text. حلو، بديله التكست على طول، والتكست ده هيجي لي هنا text string. ده السترنج، ده التكست اللي اليوزر بيرجعه، صح؟ تمام. given a text return the صورة and آية number. برضو انا عايز يعني اقول له رجع لي سكور كمان. انا في حاله نسيتها اللي هي السكور، تصدق؟ ماشي، سكور z dot string او number describe the score of the match. حلو قوي. with the following criteria. حلو. if the text contains both صورة and آية as number for آية and text or number for صورة name, return a good score. if the text contains part of the صورة return negative score. ليه يا جماعة؟ عشان انا في الحالة دي انا عايز، لو انا عايز اريزولف باك، يعني انا عايز بس الطريقة دي ترجع لي فقط لا غير الصورة والآية بتاعت الصورة، في حالة اللي الراجل قال انا عايز صورة رقم كذا وآية رقم كذا. اي حاجة تانية مش عايز ارجعها لي، اي حاجة تانية عايز ارجع للطريقة القديمة بتاعتي اللي انا بكلم الامبيدنجز بتاعتي وما الى ذلك. عشان انا من رأيي متواضع، الامبيدنجز ممكن تكون اكيوريت اكتر. خلينا نشوف يعني هنشوف دلوقتي. طيب، وبعد كده انا برجع حاجه اسمها a-messages.org وبرجع الريكورد ده. وممكن في الحاله دي انا عايز ارجع التايب كمان، التايب بتاعي اللي هو التايب بتاع السكيما دي. ازاي ارجع التايب بتاع السكيما دي؟ هل انا اقدر اعمل حاجه زي كده؟ تايب اوف زود سكيما مثلا، حاجه زي كده. ما هذا انا عايز اعمل، عايز ارجع تايب سكريبت اوبجكت يعني من الاخر. ماشي ماشي، ممكن اعمل تايب يوزر، جميل، وزد انفير لستو. ماشي، يعني هو في انفيرنج هنا، بس انا برضو في الحاله دي مش هعرف اديله ديسكريبشن، مش هعرف اديله ديسكريبشن بتاع التكست وما الى ذلك، صح؟ طيب، بدل ما نعمل الكلام ده كله خلينا نعمل تايب نفسنا هنا. تايب سكيما سبونس مثلا او ايا كان، نسميها هنا ايه، الصوره زي ما هو عملها لنا. شكرا يا في اس كود ويا ايا كان. وده بيرجع لنا بروميس لهذه السكيما. حلو. وده هيرجع لنا return as unknown و as هذا الشيء. جميل جدا. unknown ليه؟ عشان هو هنا بيرجع ريكورد. لو انا شلت unknown دي غالبا الله اقول لك هو معيطش، عشان دي كمان في الاول في الاخر ريكوردز وسترينجز، فهو مش عارف ايه هي ريكورد اوف اني كده كده. فجميل، فاحنا رجعنا سكيما. طيب تعالوا بقى نعمل الكلام ده كله. تعالوا نقول ايه؟ تعالوا نقول هنا في حاله السيرش، فانا عايز ارجع الكلام اللي راجع ده. بس تعالوا كتجربه، تجربه في الاول كده، نجرب نعمل ايه، نجرب نعمل الكلام ده كله. نجرب نعمل constant result حلو equal await هذه الميثود، وانا في الميثود بتاعت الاوديو ولا سوري التكست. تمام. وتعال نعمل ايه، تعال نعمل هنا test result مثلا. حلو، ونعمل كده ونشوف هيرجع لنا ايه كتجربه في الاول. تعال نشوف هل اللي احنا عملناه ده اوكي، هل اللي احنا عملناه دي حاجه فاشله ولا حاجه ناجحه. احنا هنجرب دلوقتي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا قلنا الموضوع ده بيشتغل فقط لا غير في التكست. فانا مثلا لو انا قلت له هنا ايه، اقرا مثلا، اقرا، ايه اللي هيحصل لو عملت هنا بحث؟ ما هذا؟ ايه اللي حصل؟ payload response، غالبا عشان ده انا لسه ما بعتوش، فغالبا نجرب تاني مثلا. اوكي سيرفر ايرور. تعال نشوف المشكله. اوكي اوبن اي اي نفسها مش فاهمه هي بتتكلم ايه.
على ما انا فاهم يعني اوبن اي نفسها مش عارفه يعني ملهاش كي، اعتقادي يعني الشخصي اللي هي الاي بي اي كي. ممكن يكون أنا غلطان، تعال نتاكد برضه، تعال نشوف. اوكي طلعت صح، جميل جدا. طيب تعال نشوف جميل قوي. سنقرئك فلا تنسى، جميل جدا. ليه بقى؟ ايه اللي حصل هنا؟ السكور واحد، يعني هو التست ريزلت بتاعتنا رجعت سكور رقم واحد. طب تعالوا نجرب امثله تانية. تعالوا مثلا نقول هنا الاعلى اتنين. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. تكست الاعلى اتنين، تست ريزلت الاعلى صورة رقم 87، رقم 2. ممتاز. الماتشز بتاعتي قال لي ايه؟ الصفات طبعا ده اللي غلط، ده الماتشز بتاعت الامبيرنج بتاعتي. فمعنى كده ايه يا شباب؟ معنى كده اللي التست ريزلت بتاعتي ناجح، ولكن انا مش عايزه ينجح بشكل كامل. انا عايز مثلا لو انا قلت له ايه، لو انا خدت الكلام ده كله، ودي بقى المشكله بقى اللي ممكن نقع فيها. المفروض في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ المفروض في الحاله دي يرجع لي سكور زيرو، عشان انا ما اديتلوش اي حاجه بتقول اللي دي صوره رقم كذا او اي رقم كذا. فتعال نشوف اللي هيحصل. تعال نكلير ونبحث. البيلود بتاعي ده تكست، تمام. بريفيو تيست ريزلت. ماشي، هو جاب لي الصوره صح، جاب لي الصفات صح وكل حاجه، بس مش ده اللي انا عايزه. انا عايز، تعالوا نحاول نغير في التكست. if no number present always return a zero score. تعالوا نجرب حاجه كده، تعالوا نشوف اللي هيحصل. تعالى كده برضو present in the giving text. هو مش عايز يسمع كلامي يعني هذا الشيء مش عايز يسمع كلامي. طيب انا من رايي اللي احنا ممكن نستعمله، ولكن زي ما انا قلت قبل كده، اللي احنا لازم نحط زي تشيك بوكس هنا. يعني مثلا لو رحت هنا للفرونت اند او الريكوردر، في حاجه اسمها ريكوردر هنا، حلو. ورحت عامل، انا مستعمل حاجه اسمها دايزي، دي اللايبراري اللي انا مستعملها. جيت هنا مثلا قلت له ايه، هات لي راديو تترارا، مفيش راديو with text او تشيك بوكس مثلا. remember me، تشيك بوكس شكلها حقير جدا بس ايا كان، يعني اللي انا عايز اعمله، اللي انا عايز اضيف زي راديو، والراديو ده حاجه زي كده مثلا جي اس اكس. اخد ده احطه مثلا في الاول مثلا هنا. تعال نشوف اللي هيحصل. حاجه زي كده مظبوط. وهنا بدل ريد بيل هيبقى راديو عادي. احنا محتاجين 2 راديو بوتنز في الحاله دي، صح؟ يعني مثلا لو رحت هنا على دايزي، محتاجين 2 راديو بوتنز، واحده لده واحده لده. فلو رحت رايح هنا محتاجين الاثنين دول. اعمل كده، واحده بلو واحده ريد، عظيم قوي. وفي الحاله دي عادي، وفي الحاله دي ممكن اقول له هنا ايه، with text and number مثلا. وهنا اسمها والناحيه الثانيه مثلا تلاوه. حلو. وباي ديفولت هو هيكون بيسلكت تلاوه، يعني ممكن اعمل هنا اللي ده باي ديفولت سيلكتد. ولو هو عمل تلاوه فانا هبعت للباك اند ايه، اللي تشيك بتاعنا. طيب فور سمبلسيتي عشان الفيديو ما يطولش، خليني انا هعمل امبلمنت للجزء ده بعد الفيديو، اللي انا مجرد بضيف او ممكن اعمل فيديو تاني، بس خليني دلوقتي اللي انا اكشلي ارجع الريزلت بتاعتي كتجربه. يعني تعال نجرب التو مودلز. يعني تعال نجرب مثلا نرجع الداتا اللي راجعه لي من الريزلت هنا دايما، وفي نفس الوقت نشوف اذا كان هي ناجحه ولا لا، ونشوف هل هي ناجحه ولا لا. طيب المشكله في ايه؟ المشكله يا جماعه اللي الداتا اللي بترجع لي على شكل ايه. لو انا بصيت هنا على الاوديو، يعني مثلا لو بحثت على دي، على التكست بتاعي، بريفيو
هلاقي اللي انا برجع، انا بقرا الداتا دي، يعني برجع ماتشز، وكل ماتش ليها اي دي، والاي دي ليه ميتا داتا، والميتا داتا هي اللي فيها ايه الداتا بتاعتنا اللطيفه اللي هي اي نمبر وسونا نمبر وما الى ذلك، والسكور الخارجي ده. فعايزين نرجع نفس يعني عايزين الاوبجكت ده نفسه كده كده هرجعه، ولكن هضيف في الاوبجكت ده الداتا بتاعتي كاول element. تعال نجرب. فانا في الحاله دي عايز اعمل ايه؟ في الحاله دي عايز اقول له الماتشز بتساوي الماتش، خلينا نعمل كده، خلينا نقول ماتشز دي ماتشز بتاعتي. حلو. دي حلو. الماتشز بتاعتي. حلو. وقلنا الماتش الواحدة عبارة عن اي دي، يعني مثلا ممكن نعمل اول واحدة هنا عبارة عن اي دي ايا كان تيست اي دي. حلو. وعبارة عن سكور، في الحالة دي هيكون الريزلت دوت سكور. تمام. وعبارة عن ميتا داتا، في الحالة دي هتبقى الريزلت، خلينا نعمل كل الريزلت على طول حتى بالميتا داتا الأخيرة. وفي حاجة أخيرة اسمها values، معرفش values دي بتعمل ايه. تمام. تعال نشوف الأحسن مش هنخسر حاجة يعني. لو هنا بقى قعدت أقول مثلا تعالى يعني مثلا نقول، حتى ممكن أعتقد أنا ممكن أكتب بالإنجلش يبقى شيء مسلي، البقرة 100 مثلا. تعال نمسح نشوف الأحسن. pending البقرة 100. جامد. الموضوع نجح يعني سو فار، يعني اعتقد يعني نجح. المزيد من الاجواء جاب لي 5 دلوقتي، جاب لي حاجات مالهاش اي معنى عشان باقي الريزلتس كلها غلط، ولكن اول واحده اللي هي التيست اي دي دايما صح. طيب هل الموضوع بيشتغل او كلما مثلا يعني لو عملت كده، تعال نشوف قوه البحث بتاعي دلوقتي قويه ولا لا. تعال نعمل كده، هيجيب لي نفس الايه دي، جاب لي نفس الايه، والله ممتاز يعني. يعني ده شيء كويس جدا. طيب بس انا هديبلوي الكلام ده كله عشان اجرب كمان هل الطريقه دي احسن ولا الامبيدنج احسن. اعتقد الامبيدنج احسن في ايات زي مثلا حاجات ليها علاقه بالحرب وما الى ذلك، او الطلاق. يعني لو انا مثلا اديكم مثال، لو قلت له هنا ايه ايه تتحدث عن الطلاق، ده في الاوديو دايما بيريزولف للطريقه القديمه. هل اتاك حديث الغاثيه؟ لا، هو التكست طلع غلط، بس خلينا نعمل تاني. الطلاق، بس خليني اعمل، هو غبي جاب التكست الاولاني، بس خليني اعمل كده عشان نشوف الطلق هيعمل ايه. سورة الطلاق. يعني ماشي كويس جميل، بس يعني اذا طلقتم، طب جميل، يعني هو واضح هو بيجيب ريزلتس كويس. المهم انا هديبلوي الكلام ده كله، واتمنى اسمع رايكم في الفيديو. والفيديوهات المقبله ممكن تكون اقصر، بس ده كان فيديو مسلي صراحه، وبس. وعايز اسمع رايكم، وعايز اسمع ريكومنديشنز بشكل عام لطريقتي لعمل المودلز وما الى ذلك، يبقى شيء مسلي يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجاء ادعوا لأهلنا في فلسطين يعني. بس وشكرا. وقف بقى كان ازاي؟